السلام عليكم مشتركاتي الغاليات واللي يشوفوا فيا اول مره، نقول لكم مرحبا بكم معايا في قناتي. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديده، جيتكم بكروكي المحلات كميه كبيره وسر الاحمرار واللمعان اللي راكم تشوفوا فيه من الفوق. راح يجيكم كروكي هشيش وخفيف، يعني وصفه رائعه جدا. تبعوا معايا للاخير، راح نشوف مع بعض المقادير. هنايا عندي 6 حبات بيض. راح نحتفظ بصفار حبة بيض، نديرو 5 حبات بيض، والحبة السادسة نحتفظ بالصفار. راح نضيف مع هذه المكونات ملعقة صغيرة من الفانيلا، ونضيف 2 كأس سكر عادي. هنايا تحذف لي المقطع تاع الكاس الثاني، هنا درت 2 كأس من السكر العادي. راح نخلط هذه المكونات كامل مع بعض، يعني نخلطوهم جيدا حتى يذوب لنا السكر. هنا ماشي ضروري تستعملي الباتور، تقدري تخلطي بيدك حتى يذوب لك هذاك السكر، لانه سر نجاح الكروكي هو كاع في التخلاط. هنايا راح نضيف 2 كأس من الزيت، نضيفوهم بالقليل كما راكم تشوفوا. راح نضيفوا الكأسين من الزيت بالقليل هكذايا، نضيفوه ونخلطوا باش تتجانس كامل هذوك المكونات، وراح نتحصلوا على خليط مثل المايونيز. كما قلت لكم السر كامل لنجاح الكروكي هو في الخلط، باش يجينا كروكي خفيف ويجي محمر. هنا كملت كامل الكميه تاع الزيت. شوفوا الخليط تاعنا اللي نتحصلوا عليه كيفاش راح يكون. هنا راح نبدا نضيف الفارينه. عندي الكاس الاول من الفارينه، ونضيف معاه 2 اكياس من الخميره الكيميائيه، يعني 20 غرام من الخميره الكيميائيه. هنا قست لكم الفارينه بالكاس باش تعرفوا يعني المقادير مضبوطه. هذا الكأس الثاني نضيفه بالكاس ونخلطه، يعني ما نضيفوش الفارينة دفعة واحدة، ضيفوا بالكاس وخلطوا كما راكم تشوفوا. هذا الكاس الثالث، كل ما نضيف كاس راح نخلط. هذا الكاس الرابع. جربوا هذا الكروكي راح يجيكم هايل، ويعني وصفة المحلات تخرج لكم كمية كبيرة. هنا عندنا هذا الكاس الخامس. هنا نبدأ نستعمل يدي ونخلط. هنايا عندي الكاس السادس، ضفته كامل. ما تنساوش تغربلوا الفرينه تاعكم باش يجيكم ثاني خفيف. وعندي الكاس السابع راح نضيف النصف، يسمى هنايا الدالي 6 كيسان ونصف. العجينه تاعنا لازم تكون طريه وتكون تلصق شويه في اليد، ماشي بزاف. كما كتشوفوا العجينه لازم تكون هكذا طريه وتلصق. هذه هي العجينه تاعنا اللي نتحصلوا عليها. هنا مجموع درت 6 كيسان ونصف. هنا بالنسبه باش ندهنوها، عندنا هذاك صفار البيض اللي خليناه، نضيفوا له ملعقه صغيره من الحليب. والسر اللي يديروه المحلات هو ملعقه صغيره من عطر الكراميل. هذا هو سر المحلات باش تجيكم هذيك اللمعه فوق الكروكي، او يعني يديروه ثاني للبريوش. هنا نخلط هذا الصفار جيدا مع الحليب وعطر الكراميل، خلطوهم جيدا حتى نتحصلوا على هذا الخليط. هنا راح نجيب الكروكي تاعي. لازم تدهنوا سطح العمل بالزيت باش ما يلصق لكمش، يعني وتشكلوه بهذه الطريقه. انا شكلته على 6 كور، كانت عندي سنيوه تاع الفور كبيره، يعني شكلته على 6 حرابش كما راكم تشوفوا. استعينوا بالزيت باش ما يلصقش في اليد. شكلت كل الكميه اللي عندي بهذه الطريقه. لهنايا راح نسقموه هكذا بهذه الطريقه، يعني ما تهبطوهش بزاف. وندهن بهذاك الصفار البيض، تدهنوه جيدا كما راكم تشوفوا، يعني راح يعطيكم لون رائع ويكون يلمع. هنا راح ندير خطوط بالفرشيطه، نشكلوا هكذايا كما نعرفوا كامل الكروكي، وندخلوه للفرن حتى يحمر لي من التحت، ونزيد نشعله من الفوق. هنايا بعد ما طابلي، شوفوا هو سخون، لازم تقسموه ما تخلوش حتى يبرد. نتحصلوا على هذا الكروكي الرائع والمحمر.
هذا هو الكروكي تاع نهار اليوم. شوفوا كيفاش خرج يهبل يعني، والهشاشة تاعو يعني رائعة. راح نقسم معكم الحبة باش تشوفوها. شوفوا الكروكي تاعنا كيفاش يجيكم محمر وكيفاش راهو خفيف. جربوا هذه الوصفة اكيد راح تعجبكم. راح نقسم معكم الحبة. شوفوا كيفاش راهو هشيش وطري، ولي تحبوا يكون يعني شاد روحه ولا مقرمش تقطعوا كيما هكذا وتعاود تشعلوا من الفوق حتى يحمر لها. شوفوا هنا الكروكي تاعنا. وفي الاخير نقول لكم ما تنسونيش بالاشتراك في القناة واللايك، وجربوا الكروكي وحطوا لي في التعليقات. مع السلامة.